السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ إيه الاخبار؟ فيديو النهارده انا هشرح حاجة يعني انا بصراحة اكتشفتها عن طريق الصدفة ما كنتش عارف انها موجودة وما لقيتلهاش توتوريالز يوتيوب قوي، وهي الكومبوزيتنج. الكومبوزيتنج يعني كذا حد شارحها، ولكن في حاجات انا مع التجربة اكتشفتها يعني الحمد لله. فبس ده بكل بساطة الفيديو بتاع النهارده. طيب، عشان نعرف الكومبوزيتنج، اول حاجة الكومبوزيتنج هتلاقي فيه تابة موجودة فوق كده اسمها كومبوزيتنج، هتدوس عليها هتلاقي دخلك على البانل دي. تمام، خلينا نشوف ده بس. والكومبوزيتنج سريعا هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن ان انا بلعب في الصوره بتاعتي بحيث ان انا اطلعها باحسن شكل ممكن او بشكل مختلف او ايا يكن يعني. دي بتبقى زي مرحله تحسينيه للصوره بعد ما الصوره تكون طلعت. فخلينا كده نرجع تاني لورا ونطلع على اللاي اوت بتاعنا عادي. ماشي، ده كان مشهد انا محضره، خلينا نشوفه كده. ده كان شكل المشهد بكل بساطه. تعالى بقى عشان نقدر احنا نشتغل في الكومبوزيتنج، اول حاجه انت محتاج تعمل ريندر، فهندوس F12 واستناها تعمل ريندر. طيب بعد ما الريندر بتاعنا خلص، ده شكل الريندر اللي طلع لنا في الاخر. فيلا بينا بقى نبدا ان احنا نشتغل على الكومبوزيتنج. اولا في حاجه انا بحب ان انا افعلها دايما او استخدمها في الكومبوزيتنج، وهي الدينويز. والدينويز ده هتقول لي طب انا في الاول انا عملت هنا دينويز، انا مفعل الدينويز بتاع الريندر عادي. الدينويزر بقى بتاع الكومبوزيتنج هو احسن، فاحنا هنقفل الدينويز ده وهنيجي هنا عند فيو لاير وتدور هنا على denoising data، وهتعمل لها تشيك كده، تعمل لها سيلكت. وهنضطر ان احنا بقى نعمل ريندر تاني علشان الداتا دي تتنقل. طيب بعد ما الريندر خلص هتلاقي ان هي لسه النويز بتاعنا موجود، يعني ما عملهاش اي دي نويز خالص، وده لان احنا هنعمله في الكومبوزيتنج. خلينا بس كده قبل ما نبدا ان احنا نشتغل على الكومبوزيتنج نرجع هنا لريندر وننزل تحت شويه كده لحد ما هنلاقي كلمه performance، هتدوس عليها. بعد كده هتدوس على كومبوزيتور وهتلاقي ان هي عندك متفعله على سي بي يو. خليها جي بي يو عشان ده يخلي البروسيس بتاع الكومبوزيتنج اسرع كتير، كمان مش اسرع شويه. اول حاجه لما تفتح الكومبوزيتنج هنا هتوصل ده كده. تمام، وهتلاقي ان انت عندك الاتنين دول، يعني هتضطر ان انا اوصل مره في الجروب ومره في الفيور. الفيور ده عشان تشوفه هنا ممكن تشيله خالص، ولكن يعني عشان نشوفه انا بحب اوصل الفيور. تمام، هندوس على شيفت رايت كليك ونسحب كده اهو على الخطين دول، هتلاقي حط نقطه في النص. فلو حطينا ده مثلا في النص كده زي ما هو هتلاقي موصل على الاتنين عادي. خلينا بقى نرجع للدينويز. الدينويز اول حاجه ان انت توصل الايمج بالايمج، بعد كده الدينويز البيدو بالدينويز البيدو، والدينويزنج نورمال بالنورمال عادي. هتلاقي بقى لو فتحنا هنا هتلاقي النويز راح خالص. يعني لو جينا هنا وعملنا ميوت لده، لو دوست ام هيعمل ميوت. فلو عملنا ميوت هتلاقي ان هنا فيها نويز، ولما ادوس ام او اشغل الدينويزر هتلاقي ان هو عمل دينويز. وده بيبقى اسرع واحسن من الدينويزر العادي اللي هو انت بتفعله في الريندر. طيب نخش على اللي بعده. اول حاجه انا بحب احطها لما اجي اشتغل على اي صوره عندي اعمل لها كومبوزيتنج، هو ان انا اخلي الحاجه تنطق كده من الشاشه عندي. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا اخليها شارب. فانا حتى قلتها بنفسي كده هخليها شارب. فهعمل ايه؟ هجيب نود اسمها فلتر. جميل. اما هتوصل فلتر هنا هتلاقي ان هو عندك اوبشن اسمه سيلكت، اسمه سوفت معلش. لما هتعمل الدروب داون ليست دي هتلاقي ان انت عندك اوبشنز كتير جدا، اهمهم الدايموند شاربن او البوكس شاربن. والفرق انت تقدر تشوفه، يعني او لو عملناها دايموند او عملناها بوكس هتلاقي ان البوكس نوعا ما غشيمه عن عن الدايموند. فانا بحب دايما ان انا استعمل الدايموند. طيب تاني حاجه يعني الفاليو هنا هتلاقيها يعني غشيمه قوي معايا. يعني هتلاقي بص الخط الاسود ده والنقطه، يعني لو جيت بصيت من بعيد هتبقى الموضوع رخم شويه. هتلاقي ان احنا لو عملناها ميوت بص هتلاحظ الفرق، ان هنا هي ناعمه خالص وكده بقت خشنه قوي. فاحنا عايزين حته في النص كده. في حل ان احنا ممكن نلعب بالفاكتور ده. ماشي، نقلل الفاكتور، بس برضو الخط الاسود ده برضو مضايقني، فانا مش عايز الخط الاسود ده يبان. فانا في العادي او اللي انا بحب اعمله ان انا اخليها دي 1 عادي، واعمل دوبليكيت ليها واحط واحده تانية بعديها. بس هغيرها من ان هي دايموند شاربن اخليها سوفت. وسوفت هتلاقيها بتنعمها تاني، هتلاقي بص حتى الحواف بتاعتها بدل ما كانت سودة خالص هتلاقيها بدأت تبقى انعم. بس ممكن نقلل الفاليو شوية، ممكن مثلا نخليها 0.5. هنشوف كده من بعيد. ماشي، بس لو عليتها شوية 0.7.
تمام يعني جميل، ممكن اقدر اخليها بينهم. طيب ده بالنسبه للنود بتاعه الفلتر. تاني حاجه بحب احطها اللي هي الجلير. وخلي بالك في معلومه مهمه جدا في الكومبوزيتنج، ان انت الكومبوزيتنج بيشتغل بالترتيب. يعني لو انا جيت حطيت الجلير هنا في الاول هتلاقيه بيعمل شارب للجلير نفسه. يعني خلينا نعمل ميوت لده. تاخد بالك دي الستريك اللي هي طالعه من الجلير نود، تمام؟ هتلاقيه معمول لها شاربن. بس لو انا عكستهم او حطيت دي في الاخر هتلاقيها هي طالعه لوحدها عادي جدا من غير ما تعمل لها اي شاربن. فانا خلينا دلوقتي نعملها كده عشان لما بحطها ورا قبل الشارب بتبقى شكلها مش الطف حاجه. تمام تمام. مبدئيا انا بحب اخلي الكواليتي دايما هاي. جميل. ولما هتدوس كده على ستريكس دي هتلاقيه برضو ادالك اوبشنز كتير. عندك بلوم وجوست وفوج جلو وسيمبل ستار وحاجات تانية يعني. خلينا بس في المهم دلوقتي. بلوم هتلاقي ان هو بيعمل، يعني بص الايفكت بتاعه اما نيجي نشوف هنا. لا ده الهايلايت، ده الجلير، ده الايفكت بتاعه. جميل ان هو بيخليها لك كده اكنها فيها لمعه، وده بالفعل اللي هو بيعمله. ده بالنسبه للبلوم. بالنسبه لجوست فبيعمل ايفكت تاني مختلف تماما. جميل، يعني ممكن ما يكونش مناسب معانا في المشهد ده، بس ده الايفكت اللي هو بيعمله. تالت حاجه وهي الستريكس، وهي اللي احنا كنا شايفينها دلوقتي. طيب هتلاقي الستريكس الاوبشنز بتاعتها مختلفه شويه. هتلاقي ان انت تقدر تغير العدد بتاع الستريكس. هتلاقي بص دي بتتغير معاك، والانجل بتاعه انك تقدر تلفها. جميل. والاتريشنز دي هتلاقي ان هي زي بتنعمها اكتر. جميل، يعني لو عملناها واحد هتلاقيها طالعه نجمه بس، لكن لو خليتها اتنين او تلاتة الفرق بيبان فيها اكتر. أربعة بقت أنعم، وهكذا بقى لحد ما تعلى. بس يعني مش مستاهل إنك تعليها عن أربعة أو خمسة. وعندك بقى أوبشنز تانية زي فيد، إن أنت تخليها أنعم أو أقل أو أكبر. وفي آخر حاجة اللي هي كالر موديليشن، وده تقدر تشوف الإفكت بتاعه. فيعني إيه، أنت تقدر أنت تقعد تجرب وتلعب براحتك لحد ما تشوف الحاجة المناسبة ليك. رابع حاجة اللي هي الفوج جلو، ودي الإفكت بتاعها زي البلوم شوية، بس أنا بحس البلوم يعني أحسن كده وأنعم. ممكن تستعمل فوج جلو، ممكن تستعمل بلوم لو الفرق مش واضح. عادي، كده كده الاتنين شبه بعض. في بقى سيمبل ستار، ودي برضو حاجه شبه الستريكس، بس انا صراحه ما اعرفش ايه الفرق بينهم. فخلينا ندخل على بعده. سان بيم ده زي بياخد الحته اللي هي الهايلايت بتاعنا. يعني بص لو جيت حطيت الهايلايت هتلاقي ان هو معلم على الحتت اللي هي الاجزاء الفاتحه او الاجزاء اللي ضارب فيها نور اكتر. فهو بياخد الاجزاء دي، تمام، ويطلع منها اكنها شعاع شمس. وهحط لكم حتى صوره للموضوع ده هتفهموا منه اكتر انا اقصد ايه بشعاع شمس. وتقدر انت تغير السايز بتاع جلير، تكبره او تصغره. تمام. او البوزيشن بتاعه اللي هو الاتجاه بتاع الشمس مثلا، ممكن تنزلها وتغير فيها براحتك. وفي اوبشن بتاع جيتر ده، وده زي بيخلي في نقط في النص. وبس كده، ده كان السان بيم. طيب خلينا بقى نستعمل اللي احنا فعلا هنحطه عندنا في البروجكت. دلوقتي انا هستعمل في ده بلوم او فوج جلو. يعني قلنا الاثنين تقريبا الايفكت بتاعهم واحد، فخلينا بس نستعمل بلوم المره دي ونوصل الاوتبوت في النود بتاعتنا دي. ماشي. وممكن خلينا بس نرجع لجلير تاني نشوف السايز. لو كبرنا السايز، خلينا ننزل السايز خليها 0.2 مثلا. تمام، ونشوف كده. لذيذ. تمام. اللي بعده خلينا بس نعمل اميوت لده عشان يبان، او حتى بانت اكتر لما عملنا اميوت لان هي بقت انا. اللي بعده بقى هي نود اسمها لينس ديستورشن. ولينس ديستورشن دي يعني من اكتر النودز اللي انت يمكن هتحبها، لان هي بتدي افكت بصراحه شكله حلو قوي. لو جينا مثلا زودنا ده شويه ل 0.25 هتلاقي ان بص عمل افكت كده اللي هو شكل الرينبو ده. وبس هتلاقي في عندك مشكله بقى ان بدا يظهر هنا الالفا ماب. ايه بقى الالفا ماب دي؟ ان هي يعني دي المفروض بتخلي لو انت مفيش حاجه ورا الصوره ده هيطلع في الصوره عندك لونه اسود. فاحنا خلينا هنا ندوس على فت بحيث ان هو يزقها ويخلي الصوره على قد الفريم بالظبط او على قد الصوره اللي هتطلع. وفي حاجه تانية اسمها ديستورشن. الديستورشن دي خليني برضو اكبر ده عشان تشوف الاسامي اهو. خلينا نقفل ده. الديستورشن لو عملناه برضو 0.25 هتلاقي ان هو لو قفلنا الفيت هتلاقي ان هو زي بيكبر الجزء اللي في النص ويصغر اللي حواليه اكنك باصص في، عارف انت العين السحريه او بيسموها الفيش اي في الكاميرا. هي حاجه زي كده.
ده طبعا ممكن تحط منه، يعني تحط فاليو قليل قوي، ممكن 0.25 حتى، بحيث انها تزود شويه في الواقعيه كأنك مصور الموضوع ده بكاميرا حقيقيه. والديسبرشن ممكن نخليها برضو 0.25. تمام، خلينا ندوس فيت، بحيث ان انت يبقى عندك الافكت باين حاجه بسيطه. يعني لو قفلناه كده هتلاقيه بيدي افكت بسيط كده شكله حلو. ولو زودت قوي يعني طبعا يبقى شكله احلى، بس مش ده الافكت اللي انا عايزه في المشهد ده. هنا ممكن نقلل 0.01، مش عايزها تبقى باينه قوي. دي ممكن 0.35 مثلا عشان تبان اكتر. تمام. اللي بعده، اللي بعده بقى ده افكت انا بصراحه بحبه جدا، والحمد لله الحمد لله ان في الفيرجن بتاع بلندر اللي هو 5. بالمناسبه الفيرجن اللي انا بستعمله دلوقتي هو بلندر 5.0. 5.0 بقى حاطط لك بريسيتس تحت. هتلاقي ان في حاجه هنا شبه اللينس ديستورشن، حاجه اسمها كروماتيك. جميل. بس انا بصراحه بفضل اللينس ديستورشن، حاسس ان شكلها احلى. لان هنا لو كبرت هتلاحظ ان الفرق، هي هنا بتستعمل الموضوع ده بطريقه مختلفه عن اللينس ديستورشن. يعني ده كده باللينس ديستورشن جميل، حتى لو كبرنا الفاليو بتاعتها هتلاقي ان الايفكت بتاعها مختلف عن الايفكت التاني اللي هو ده. تمام. فانا بفضل ان انا استعمل اللينس ديستورشن، ما استعملش اللي هي كروماتيك دي اللي هم حاطينها. خلينا بقى نروح للايفكت اللي انا بقول لكم عليه. بس نرجع ده زي ما كان. نروح بقى للايفكت اللي انا بقول لكم عليه، بعد كده هشرح لكم الباقي دول. الافكت ده وهو اسمه فيجنت تقريبا، او مش عارف انطقها بصراحه، بس هي ده الافكت ان هو بيحط حواليها زي حاجه سودة كده. تمام. تمام. هتلاقي عندك الفاكتور ده بيتحكم في ظهورها. تمام. وحاجه تانية اسمها فيذر، وده بيتحكم في مدى نعومه الدايره اللي هو بيحطها لنا دي. طيب خلينا كده نخليها زيرو. تمام، عشان نقدر نشوف احنا عايزين الافكت ده على ايه بالظبط او فين بالظبط. تمام. تمام. مبدئيا ترانسفورميشن يعني احنا مش هنلعب فيها، لسبب ان انا كده كده عايز الايفكت ده يظهر في النص، فهتبقى 0 0 عادي. وفي هتلاقي عندك الانجل ان تقدر تلفها جميل بانجل معينه. بس انا برضو حابب انها تبقى زيرو، فانا مش هلعب في دول خالص. اللي هنلعب فيه بقى هو السكيل. اول فاليو ده بتاع الاكس، وتاني فاليو ده بتاع الواي. يعني لو انا خليت ده 1 هتلاقي ان هو عمل زي كبرها، عملها بعرض الشاشه. جميل. وده لو كبرته برضه شويه خليته 1 هتلاقي ان هو كبرها. انا بقى عايز الايفكت يبان حاجه بسيطه من بره، فده معناه ان انا عايز اكبرها على الاكس اكتر، لان هي الاكس هتلاقيها واخده الصوره من اخرها. فلو خليناها 1.2 مثلا، نجرب كده. خليها 1.1. ونعلي الفيذر شويه نخليها 0.5، 0.3 مثلا. طيب خلينا نصغرها. ودي بقى ده الفكره من الكومبوزيتنج، ان انت بتقعد تلعب لحد ما توصل للنتيجه اللي انت عايزها. فخلينا نجرب كده الفاليو ده. تمام، نعلي الفيذر شويه. تمام، انا كده مبسوط، وده كده الشكل ده عاجبني. طيب اللي بعده، اللي بعده بقى هما اتنين نودز سهلين جدا، وهو نود اسمها اكسبوجر. جميل. ونود تانية اسمها جاما. وكمان ميزه الكومبوزيتنج ان انت تقدر تجرب فيه كل اللي انت عايزه، انت مش خسران اي حاجه. وانا كمان انصحك ان انت كمان تجرب انك تغير الارقام، تجرب تحط نودز مختلفه، تغير الترتيب لحد ما توصل للحاجه اللي انت حاببها. اللي انا بوريه لكم ده يعني ده تقريبا انا بستعمله في اغلب البروجكتس اللي انا بس يعني بعمل فيها كومبوزيتنج. واغلب الكومبوزيتنج عامه بعمله على بلندر بالطريقه دي. وده انا وصلت له عن طريق ان انا بقعد اجرب في حاجات، واشوف طب ده هيعمل ايه لو غيرت الفاليو بتاع ده هيعمل ايه. فانا عايزك انت تقعد تجرب مع نفسك وتشوف ايه اللي هيطلع لك شكل احلى في الاخر. تمام. فالجاما كده لو جينا نغيرها خليناها كده، هتلاقي ان هي بتغمق الهايلايتس لو انتوا فاكرين اللي هي بتبقى هنا. فخلينا كده نغمقها حاجه بسيطه، ممكن 1.2 مثلا. ماشي، غمقتها. هي بتغمق اللي حوالين الهايلايتس وتسيب الهايلايت. معلش انا دي غلطه انا قلتها. والاكسبوجر هتلاقي ان هو بص زي بيفتح الصوره، او لو قللته خليته نيجاتيف هتلاقيه بيغمقها.
فانا عايز برضو اغمقها شويه، فممكن نخليها نيجاتيف 0.1 بحيث ان تبقى اغمق حاجه بسيطه، عشان يبقى ده اللي ظاهر قدامنا اللي هو المنتج بتاعي، والغابه اللي ورا دي تبقى حاجه يعني زي باك جراوند بس، مش عايز العين تبقى بص على كل مره واحده بس. وانا اعتقد ده كده يعني انا راضي بالمشهد ده، او باللي انا عملته في الكومبوزيتنج كده. ممكن طبعا نجرب حاجات تانية، ممكن نلعب في الالوان، ممكن نلعب في حاجات تانية كتير، بس انا في المشهد ده عاجبني. تعالوا بقى نشرح الباقي. احنا شرحنا الكروماتيك، تعالى بقى ندخل على السنسور نويز. سنسور نويز دي عامه حاجه يعني ممكن نضيفها دلوقتي، يعني دي حاجه هتكمل المشهد بتاعنا. لو وصلتها هنا كده هتلاقي ان هي ايه، عملت زي نويز كده جميل. وهتلاقي عندك حاجتين، حاجه اسمها لومينانس نويز وحاجه اسمها كروما نويز. ايه الفرق بينهم؟ اللومينانس نويز ده بيعمل نويز عامه، يعني بيعمل نويز بنفس الالوان اللي موجوده عليها. جميل، يعني لو جيت عملت اهو هتلاقي ان هي نفس الالوان اللي موجوده عامل بيها نويز. الكروما نويز ده بيستعمل الار جي بي، حاجه زي كده اللينس ديستورشن في الديسبرشن. جميل، اللي هو بيستعمل الالوان اللي هي ار جي بي يعني، ويعمل بيها نويز. فاحنا ممكن نعمل كده زي ميكس بينهم بحيث ان يبقى بتاع شكله احلى الصوره. فلو عملنا كده 0.1 و 0.1. وبالمناسبه هتقول لي ايه لازمه النويز ده ما دام انا عملت دي نويز؟ انا بحس ان النويز ده بيديله واقعيه اكتر. وممكن اصلا انت تبقى شغال مثلا على بروجكت الثيم بتاعه او المود بتاعته قديمه، فانت ممكن تعلي النويز على الاخر او تعلي النويز حاجه كده وتدوس انيميت، بحيث ان انت لما هتشغل انيميشن هتلاقي النويز زي بيلعب معاك. يعني بص لو جينا عندنا فريم هنا هتلاقي مكان النويز بيتغير. فده ليه طبعا استعمالاته، ولكن انا هنا انا طبعا بعمل ريندر لصوره فمش هحتاج اللي هو انيميتد ده. وهخلي الفاليو بتاعي 0.1 او يعني ممكن تقل شويه 0.5 هنا و0.5 هنا 0.05 معلش. وبس يعني كده شكله مناسب. طيب اللي بعده، اللي بعده بقى حاجه اسمها سيبيا، ودي يعني اعتقد الايفكت بتاعها واضح من الصوره هنا، ان هي هتخلي الصوره بني زي ما انت شايف كده، اللي هو الحاجات اللي هي الطبعات القديمه لو فاكرينها. وتقدر طبعا تقعد براحتك بقى هنا تغير في الالوان، تغير في الفاليوز لحد ما توصل للشكل اللي انت عايزه. تعلي الكونتراست، تقلل الكونتراست، خلينا نعملها 2 مثلا. تعلي الساتوريشن، تقلله تخلي ناحيه الابيض والاسود. بس فانا هسيبك تلعب في الحاجات دي براحتك. وسبليت تونينج ده برضو نفس الكلام يعتبر، تقدر تغير في الالوان دي براحتك وتشوف بقى بالفاليوز بتاعتك انهي اللي هيناسب المشهد بتاعك. بس انا مش حابب ان انا ادخل في الحته دي دلوقتي. ندخل على اللي بعده، هو التيون ايمج. التيون ايمج دي برضو يعني احنا ممكن نستعملها في المشهد ده عامه. هتلاقي عندك 5 اوبشنز، عندك كونتراست، كالر بوست، كلاريتي، ديتيل، شاربن. ايه بقى دول؟ بص عشان اثبت لك ان انت مش محتاج تبقى عارف كل حاجه، وان انت ممكن بالتجربه تفهم، تعال نجرب كده. انا دلوقتي ما اعرفش ايه كونتراست ده، وما اعرفش ايه كالر بوست ولا كلاريتي ولا ديتيل ولا شاربن، فخلينا كده نكتشف سوا. تمام تمام. تعالى كده نغير الكونتراست. اها بص ادانا افكت ممكن يبقى حلو، يعني لو خلينا الفاليو بتاعها 2 مثلا او 1.5 1، خلي شكلها احسن، يعني ممكن يبقى ده انا عايزه فعلا. طب تعالى كده نغير الكالر بوست. هتلاقي بص اكنه يعني زي على ساتوريشن شويه بتاع الالوان، وهي جايه من اسمها كالر بوست، هو بيدعم الالوان. جميل. ممكن نخليها 0.2 مثلا. الكلاريتي، كلاريتي او الكلمه يعني معناها ايه؟ معناها ان هي بتوضح. فهتبص هتلاقي انها فعلا بتوضح الصوره او بتوضح الحاجات الموجوده في الصوره. خلينا ممكن نخليها 0.1 مثلا. طيب الديتيل تيجي تزودها هتلاقي انها بتزود تفاصيل. والشاربن هتلاقيها انها بتخلي الحاجه شارب زي اللي احنا استعملناهم في الاول، فانت اصلا ممكن تستعمل دي. فده بكل بساطه كان التيون ايمج، ان انت ممكن تغير في الحاجات دي وتكتشف انت مع نفسك هي ايه. لان الايفكت بتاع زي ما انت شايف هو بيظهر بسرعه، هو مش زي مش هتعمل ريندر تاني ولا هتعمل حاجه هتاخد منك وقت. انت بس مجرد السلايد، تعمل سلايد للفاليوز هتلاقيها بتتغير وبتغير الصوره معاك على طول. تمام تمام. تعال نشيل دي
وفي برضو انشاربن، ده برضو بيعمل شارب، بس انا بصراحه بفضل ان انا استعمل دول، يعني ما بحبش ان انا اعمل شارب من الحاجات دي، ان انا برضو ما جربتهمش كتير، وانا مرتاح في ان انا استعمل دول، فخلينا برضو نشيل دي. وبس دي كانت النتيجه. تمام. خلينا كده بس نرتبهم، انا معلش انا بحب ان انا انظم الحاجه، ويستحسن كمان انت تنظم الحاجه، عشان لو النود دي كبرت مثلا في حاجات تانية ممكن تستعملها هتكبر النود تري بتاعتك بتاع الكومبوزيتنج، ف يعني يستحسن تكون منظم. في طبعا في الكومبوزيتنج حاجات اكتر بكتير، وفي حاجات ممكن تستعملها، بس انا بصراحه بشوف ان ده اسهل سيت اب، وده اللي فعلا هيطلع معاك فرق. يعني لو جينا مثلا وصلنا الايمج نفسها اللي احنا عاملين لها ريندر بقى من الاول وحطيناها كده، بص هتلاقي الفرق ان انت اصلا مش قادر تبص على الصوره ما بقتش عاجباك. في بقى انت ممكن تكمل بقى مع نفسك تشوف في ايه نودز تانية ممكن تستعملها في الكومبوزيتنج. وبس تعالوا نبص على البروجكت ده مثلا. هتبص هنا هتلاقي ان هو تقريبا نفس السيت اب بالظبط، ما عدا فيه حاجه واحده بس اللي غريبه، اللي هو ده. ايه ده بقى؟ ده هو بالظبط النود دي، ده بيعمل نفس اللي هي بتعمله بالظبط، بس عشان النود دي اللي هي دي موجوده بس في بلندر 5.0، فاي حد بيستعمل فيرجن اقل من بلندر فانت هتستعمل السيت اب ده. يعني لو جينا عملنا ده ميوت هتلاقي ان الحواف اهي رجعت زي ما كانت، فهي بالظبط نفس الافكت، مفيش اي فرق. برضه اشرحها لك سريعا. انت بتحط نود اسمها اليبس ماسك وبلور، جميل، وميكس كالر عادي جدا. هتوصل يعني اخر حاجه انت واخدها في البي، وتخلي الاي لونها اسود، وطبعا هتوصل ريزلت في اللي بعدها، وهتحط البلور دي. انت ممكن بقى تلعب في الفاليو براحتك، هتخليها فاست جاوسين، وممكن تلعب في الفاليو. لو خليتها 500 هتلاقي بص هنا بقت انعم، لو خليتها واحد يعني هتلاقيها بقت شارب اكتر كده. فانا الفاليو اللي كانت مناسبه ليا هنا كانت 250، والاليبس ماسك هو اصلا اللي بيعمل الشكل ده. تمام. وبس هتلاقي ان هي هنا بالظبط نفس الحاجات اللي كانت موجوده في النود اللي احنا شرحناها في البروجكت اللي فات. وبس فانا بس حبيت اوريك ان نفس السيت اب انا بحطه في كل حاجه، اللي هو الدينويز، بعد كده الفلتر جلير، بعد كده اللي هو الايفكت ده. هنا بس هتلاقيني مثلا غيرت، حطيت فلتر زياده في الاخر. فممكن انت بقى تقعد تجرب براحتك، تشوف ايه اللي هيطلع معاك نتيجة شكلها حلو. وبس اتمنى تكونوا استفدتوا. كل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.